السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب، اللهم آمين. زي ما انتوا شايفين كده روتيننا النهارده هيكون في قلب المطبخ. فدخلنا كده على المطبخ، استعنا على الشقة بالله وبدأنا كده نشمر ونحط صابون كده ونغسل في المواعين مع بعض. وطبعا رصينا المواعين في غسالة الأطباق، دول بس شوية مواعين صغنطاطين كده كانوا فضلوا معانا، فقلت اتشجع كده بيهم معاكم ونغسلهم مع بعض. ولو وصلتي هنا ما تنسيش تحطي لايك واشتراك وكومنت حلو، وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوفيني على طول. وياريت تكتبي لي كومنتس، يعني عشان خاطر انا بشوف ان في مشاهده على الفيديو بس ما فيش كومنتس، مش عارفه ليه. فياريت تكتبوا لي كومنتس وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ولو التصوير عجبكم ولا لا. وكمان الروتين الجاي حابين يكون فين، يعني في التويليت او في اوضه النوم او في المطبخ او في الليفينج او في الريسبشن، يعني قولوا لي الروتين الجاي حابينه فين. تمام. غسلت كده زي ما انتوا شايفين الرخام والحاجات دي كلها، وزي ما انتوا عارفين لازم نستغفر ربنا كتير طول ما احنا واقفين. غسلنا كده برضو الرخام، وهعمل معاكم بقى اكل النهارده، هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي. هتشوفوها كده معايا في خلال الفيديو. وغسلت برضو البوتاجاز، انا من الناس اللي بتغسل البوتاجاز قبل الاكل وبعدين يتبهدل تاني في الاكل وبعدين اغسله تاني، يعني غاويه بهدلت نفسي مش عارفه ايه السبب يعني، بس ما بعرفش اقف اطبخ والبوتاجاز عندي متبهدل. في حد كده زيي اللي زيي برضو يقول لي. فبدأت كده برضو امسح الارض وظبطت المطبخ على الاخر وبخرته، وبعدين اخدنا كده استراحه وقمت بقى ابدأ في الغدا. يعني زي ما انتم شايفين هعمل النهارده كده معاكم فته، والفته انا بحبها بيضه مش بحبها حمرا، ما بحبهاش بالصلصه. تمام. فهعمل كده معاكم الفته، واللي هيجرب اللحمه والشوربه بالطريقه دي بجد مش هيبطل يعملها. انا اللحمه دي يعني والشوربه احنا مشهورين فيها بجد، طعمها بيكون خطير. زي ما انتم شايفين كده هنحط سمنه وعليها اللحمه تتشوح، ونحطه في السمنه فصين مستكه تسيح في قلب السمنه، وبعدين تنزلي في اللحمه وتحطي عليها شويه فلفل اسود وطماطمايه وبصلايه ولورا وحبهان، وبعدين طبعا ميه سخنه. والميه لازم تكون سخنه، ما ينفعش تبقى ميه بارده، عشان لو ميه بارده اللحمه هتاخد معاكي سوا كتير جدا لحد ما تستوي. وعملت كده معاكم شوية رز ابيض مفيهوش اي حاجة، حطيت سمنة وعليها الرز المغسول وشوية ملح، وبعدين بقلبهم كده في بعض كويس. لازم الرز يتغلف كده بالسمنة عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. وبرده بزود عليه كده شوية مية سخنة. والرغاوي اللي على اللحمة دي لازم تتشال، اوعوا تسيبوها عشان خاطر الشوربة بتاعتكم تطلع كده بيضة ورايقة وطعمها حلو. وطبعا الملح منضيفوش دلوقتي، بنضيفه في اخر بعد ما اللحمة تستوي عشان خاطر ما تزودش من سوى اللحمة يعني. وهنا بقى بعمل تقلية بتاعه الفتة، حطيت الثوم وسبته يتحمر، وبعدين زودت كده عليه معلقتين كبار من الخل، وبعدين هنا حطيت معاكم الشوربة وشوية ملح وفلفل. وخلاص كده بقى الاكل كان خلص ورجع الوقت اللي احنا بقى هنتغدوا فيه. فبدأت كده اغرف. طبعا العيش ده العيش اللي هو بيبقى ناشف ده بنشتريه وبنحطه، وبعدين بنحط عليه الرز واللحمة بقى والشوربة وبعدين التقلية. وعايزة اقول لكم بيبقى كان احلى طبق فتة ممكن تاكلوه في حياتكم، بجد كان طعمه كان خطير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.